السلام عليكم، مرحبا بالجميع، مرحبا متتبعين قناة خالد العليم. اليوم الاخوان كنا كنتصفحوا الجرائد ديال اليوم وبان لينا واحد الارتيكل في جريدة الصباح وثار الانتباه ديالنا وبغينا نقراو عليكم ان شاء الله ونعرفوا بعض الملابسات فيه بصفتنا وكلاء عقاريين، وعندنا شركات ديالنا ديال الوكاله العقاريه وكنمتهنوا هذه المهنه هذه، وكذلك كندافعوا عليها بصفتنا كاتب وطني لنقابه الوكيل العقاري. فمرحبا بالجميع، مرحبا بكاع الاخوان والراي العام والوكلاء والوسطاء العقاريين بانحاء الوطن. وتنتمنى من الاخوان الاشتراك والدفاع عن هذه القناه باش تمشي في المسار ديالها الصحيح. فبسم الله نبدأ هذا الفيديو إن شاء الله. جاء في جريدة الصباح اليوم 8/8/2014 مقال بقلم الأستاذ عبد الواحد الكنفاوي. جاء هذا المقال تحت عنوان التحقيق مع سماسرة بسبب غسل الأموال، توسطوا في معاملات عقارية مشبوهة لتوظيف مبالغ تحوم شكوك حول مصادرها. تلاحق سماسرة عقاراتهم المشاركة والتستر على غسل الأموال في عملية اقتناء أراضي بعد تورطهم في التوسط في الحصول على أصول عقارية وغض الطرف عنها. وأفادت مصادر أن السماسرة ساعدوا امرأة مغربية وزوجها الإيطالي على تملك عدد من الشقق بمدن سياحية بدعوى كرائها للمصطافين، مشيرة إلى أنه تم التلاعب في قيم هذه العقارات برفع قيمتها بتواطؤ مع وسطاء عقاريين تكلفوا بإتمام كل العقود وتوفير الوثائق المطلوبة. وتبين بعد توصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من نظيرتها الأوروبية أن الشخص الأجنبي وزوجته المغربية تحوم حولهما شبهات غسل الأموال في الأصول العقارية، إذ يقتنيان شققا يصرحان بأسعار مبالغ فيها قبل إعادة بيعها بأثمنة السوق، ما أثار الشبهات حول العمليات التي تقوم بها الزوجان. وتباشر سلطات المراقبة المالية التحقيق مع السماسرة المعاملات العقارية لعدم الإبلاغ عن العمليات التي توسطوا فيها لهذين الزوجين، مع علم أن الأسعار المدلى بها تتجاوز مستواها الحقيقي. هذا الشيء اللي جاء في الصفحة الأولى. جاء في الصفحة الثانية: أوضحت المصادر ذاتها أن الوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أصدرت قرار يلزم الوكيل العقاري الذي يتوسط في شراء أو بيع عقارات بوضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية لرصد المخاطر تتضمن قواعد قبول الزبون وتدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف العلاقة التجارية العقارية، وقواعد فرز بيانات الزبناء والمستفيدين الفعليين من العمليات، إضافة إلى تتبع العمليات ومراقبتها والتصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وأكدت مصادر الصباح أن سلطات المراقبة المالية رصدت 8 حسابات بنكية تعود إلى الزوجين سجلت بها دفعات مالية مريبة من الخارج يتم توظيفها في شراء عقارات. وتأكد من خلال التحريات أن الأجنبي وزوجته سبق أن تورطا في عملية غسل الأموال بالخارج. وأفادت مصادر الصباح أنه تقرر أن تشمل المراقبة السماسرة العقاريين الذين يتوسطون في المبادلات العقارية، إذ أصبحوا ملزمين على غرار الموثقين والمحامين والعدول المكلفين بتحرير عقود البيع
بضرورة إبلاغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية المكلفة بالتحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأي معاملات مشبوهة. وأصبح الوكيل العقاري مطالبا بإعداد بطاقة معلومات باسم الزبون، سواء كانت مبادلات اعتيادية أو عرضية، استنادا إلى البيانات الواردة في الوثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو أجنبية معترف بها. ويتعين أن تكون صلاحية وثائق التعريف سارية، وأن تحمل صورة الزبون. وينبغي على الوكيل العقاري أن يمتنع عن إقامة علاقات أعمال إذا تعذر عليه تطبيق تدابير اليقظة المناسبة، أو في الحالات التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو أنها وهمية، ويلزم الوكيل في هذه الحالات بتقديم تصريحات بالاشتباه إلى الهيئة. انتهى المقال. هذا مقال زوين اللي كتبه الأخ ديالنا الصحفي، ووصل المعلومة للمواطنين على واحد الواقعة وقعات في الشمال ديال تبييض الأموال، وشبكة اللي كتبيض تدير غسل الأموال اللي كيتزعمها مغربية وأجنبي إيطالي الزوج ديالها. والمتورطين هما وسطاء عقاريين وسماسرة. حنا بصفتنا وكلاء عقاريين درنا دراسة وهضرنا في المجموعة ديالنا ديال الواتساب، وهضرنا بعضياتنا وتنشوفوا مع رؤساء الجمعيات، وكنهضروا على هذا الموضوع هذا، علما بان الوقيته عندنا ميته وما كاين ما يدار. درنا لها دراسه، لقينا بعض الامور اللي غادي نهضروا عليها. اولا، المقال هضر على اسم السمسار. نعرفوا بعدا من هو السمسار. السمسار اولا هو تاجر، ولاكتساب صفه التاجر يجب التقيد بالقانون 1595 المتعلق بقانون التجاره. الكتاب الأول التاجر، القسم الأول، أحكام عامة من المادة الأولى إلى المادة 11. إذن باش نكتبوا اسم سمسار خاصنا نعرفوا واش هذا السمسار هذا واش تابع القانون 1595 أو لا. إلا ما كانش تابع للقانون وعنده الشركة ديالو وعنده لاباطون ديالو، ما خصناش نكتبوا سمسار، لأن حنا السمسار باللغة العامية أصبحت قدحية. وبالنسبة للسمسار فهو مهنة شريفة، العمل ديالها هو الوساطة العقارية والوساطة في التجارة. لهذا خاصنا السمسار ما بقاوش نكتبوا الاسم ديال السمسار. السمسار عنده هذا. عندنا ثانيا جات ثاني تورطهم في التوسط في الحصول على أصول عقارية. هنايا بعد تورطهم في التورط في الحصول على أصول عقارية وغض الطرف عنها. هنا يتورطون في التوسط على أصول عقارية جاء في المادة 405 من قانون 1595 متعلق بمدونة التجارة. القسم الثالث السمسرة. يقول النص: السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث، هو كلمة مهمة، البحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد. واحد بغى يشري، واحد بغى يبيع. الدور ديالي هو نلاقي هذا مع هذا بصفتي سمسار طبقا للقانون 1595، كنلاقي بيناتهم. الهدف ديالو هو يبيع ويشري ويدير واحد العقد في الاخر ويبيع ويشري. هادشي هذا هو الدور ديال السمسار. اذا حنا كنهضروا على السمسار مقنن على حسب جا هذا الارتيكل. فهذا الارتيكل حنا بالنسبه لنا هاد الناس اللي كيهضروا عليهم راه ماشي سماسره، هادو منتحلين الصفه. جاءت كلمه ساعدوا هنايا، جاءت عاوتاني في هذا المقال. هذا المقال وافادت مصادر ان السماسره ساعدوا امراه مغربيه وزوجها على تملك عدد من الشقق بمدن سياحيه. هنا هذه كلمه ساعدوا. السمسار يمتهن مهنه السمسره، أي الوساطة العقارية أو التجارية، وهي خدمة يؤدى عنها وليست مساعدة. فالمساعدة هو عمل اجتماعي،
وهنايا السمسار ما كيساعدش، كيدير عمل ديالو وكيتخلص عليه، خاص الانسان يطلب ليه لا فاكتور ديالو. اما تقول كنساعد شي واحد، حنا ما عندناش مساعده في التسمسار، حنا عندنا مهنه الخدمه، حنا خدماتيه. وكاينه في الغرفه التجاره والصناعه كنديروا غرفه التجاره والصناعه والخدمات، والسمسار داخل في الخدمات. حنا ماشي مهنه ديال المساعده عندنا المساعده الاجتماعيه. هذه واحد النقطه مهمه. جاء ثاني التلاعب في قيم هذه العقارات برفع قيمتها والتواطؤ مع الوسطاء العقاريين. هنا السؤال مطروح: هل نتكلم على الوسطاء العشوائيين أم السماسرة المقننين؟ هنايا كاين جوج الحوايج باش نهضروا بصفة قانونية. إن كنا هنا نتكلم على الوسطاء العشوائيين فهنا ندخل إلى انتحال الصفة، سمسار بدون سند قانوني. إذا هنا دخلنا العشوائية، دخلنا لانتحال الصفة، ماشي كنهضروا على سمسار، كنهضروا على منتحل صفة، مواطن ينتحل مهنة سمسار. هنا نكونوا باش نحطوا النقط على الحروف. إن كنا هنا نتكلم على الوسطاء العقاريين المهنيين المقننين فهو عملهم ودورهم التوسط، وهي خدمة مؤدى عنها. لكن جاء في المقال التلاعب في قيم هذه العقارات. إن كان هذا التلاعب في رفع القيمة بالنسبة للسمسار والبائع فهو مفيد، يستفيدون من قيمة الأجرة. تباع تراضى بالبيع والشاري، باع عليه برطمة طالعة في الثمن، رابح السمسار، عنده كوميسيون ديالو ديال 2.5% اور تاكس، عنده لا تيفيا ديالو ديال 20% ديال لا فالور ديالها. عندك السيد اللي باع عنده تي بي اي طالعه، غادي يخلص هاد الضريبه، تدخل الصندوق ديال الضريبه. ولكن هناك عقد البيع او وعد بالبيع الذي اصبح مجبرا ان يمر على اداره الضرائب للادلاء بالراي. فاين هذه الخطوه؟ هنا كيقول لك بان تباعت الشقق طالعه في الثمن، مثلا 70 مليون باش كتباع البارتمان تما في السوق، هو باع عليه ب 100 مليون، رابح منظر ورابح السمسار غادي يدير الفاكتوره ديالو 20% غادي يعطيها اداره الضرائب رابحه. عندك هذا اللي غادي ديكلاري عند النوطير غادي يخلص عليها التي بي ديالو، وعندك التحفيظ والتسجيل طالعين في الثمن، غادي تدخل الصندوق ديال اداره الضرائب وديال المحافظه. هنا الدوله رابحه. ثاني حاجه كيقول لك بانه باع الثمن طالع، فاش كندخلوا عند النوطير وكان ديكلاريو، راه لابد من النوطير كيدير واحد الوعد بالبيع وكيمشي يدير اداره الضرائب، او لا انت كتهزو تدي لاداره الضرائب باش تعطيك الموافقه طبقا للقانون الماليه 2024 اللي داز ديال في شهر واحد، بدا في جونفي شهر واحد. اذا فين هو هنا الغلط ديال هذا السمسار هذا؟ فين هو التلاعب ديال هذا السمسار وهذا اللي كيخدم فيه؟ هناك اطراف ما دارتش خدمتها، من غير الا كان هذا السيد خلص اسبيس، تفاهم هو البيع والشاري تفاهموا وخلصها اسبيس ومشاو عند النوطير كتبوا. هنا نقول لك راه السمسار حضر واحد بيع وشريه اللي دارت اون نوار كان عليه ديكلاري بها، وكذلك كيفاش خرجت داك الفلوس من الكونت بونكير، وكيفاش هذاك السيد اللي شدها ليكيد كيفاش يدخلها تا هو للبنكه، وكيفاش هذا النوطير اللي نورمالمون غادي دوز عنده لافير، واخا يقولوا لي بان حنا ربعنا وشرينا وهذا الشيء اللي ديكلارينا، خاصو موافقه ديال اداره الضرائب. الا قالوا لي حنا بغينا ندوزوها حنا اللي نتحملوا مسؤوليه غادي نخلصوا، هذيك شكل اخر.
اذا هنا اسئله كثيره مطروحه اللي خاصها الاجوبه ديالها. جينا عندنا خامسا، يصرحان باسعار مبالغ فيها. هنا كما قلنا عن توقيع عقد اولي يجب على اداره الضرائب الادلاء بالراي. اذا ما هو دخل الوسيط العقاري؟ وهنا اللي جاوبنا عليه ما قبل. جينا سادسا، لعدم الابلاغ عن عمليه تجاريه. هذا هنايا تقالت لعدم الابلاغ عن عمليه تجاريه التي توسطوا فيها لهذين الزوجين. عندنا اولا لتطبيق هذا الشرط عدم التبليغ. حنا كنهضروا دابا على عدم التبليغ اللي هضرنا عليه، اللي حضر بيع وشريه قدام عينيه، كانت نوار او ما كانتش نوار، او لا شك او ما شكش، هنايا خصو يبلغ. وهنا قال لك لعدم التبليغ عن العمليه. حنا داكور حتى لهنايا، لكن غادي نجيو نشوفوا. اولا لتطبيق هذا الشرط على الوسيط او السمسار اكتساب صفه الوكيل العقاري. بعدا فين هو الوكيل العقاري؟ فين هي الصفه ديال الوكيل العقاري باش يكتسبها داك السمسار او لا داك الوسيط؟ وهذا الشرط لا نتوفر عليه في الترسانه القانونيه. هذا الشرط ديال الوكيل العقاري الصفه ديالو التعريف ديالو ما عندناش. عندنا شرع المشرع صفة الوكيل العقاري ضمن المهن التي تحث متابعة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتحت وصاية الإسكان والتعمير وسياسة المدينة في قانون 43/05. هذا القانون 43/05 ديال الهيئة الوطنية اللي دابا تيجرم هذا العمل هذا وتيقلب على اللي بلغ عليه. هنايا داخله عندنا 21 مهنة. عندنا بنك المغرب، عندنا الابناك، عندنا لي زاسيورونس، عندنا مصرف مكتب الصرف، عندنا البريد بنك، عندنا اصحاب القمار، محاسبين، المحامي، العدول، الموثقين. المهم كاينه 21 مهنه، وفي وسط منهم الرقم 13 الوكيل العقاري. هذا مشرع كاتبه، ولكن في ارض الواقع ما كاينش الوكيل العقاري. جات الوزاره كذلك اعطت الوزاره قرار وزاري 133/23 صفه الوكيل العقاري والشروط ديالو والالتزامات ديالو. جات الوزاره هنا وزاره الاسكان اللي عندها الوصيه ديال المهنه، جات تقول لك خرج قرار وزاري كتعطي شكون هو، غير التعريف ديال الوكيل العقاري شكون هو. الوكيل العقاري اللي غادي نهضر عليه انا بصفتي وزير وزاره الاسكان، ها هو التعريف ديالو بقرار الوزاره. التعريف ديالو هذا قرار في 133/23. ولكن تعريف ديال الصفه ديال الوكيل العقاري مازال ما كايناش. المغرب مازال ما عندناش فيها صفه الوكيل العقاري. كاينه في العالم، كاينه في الترسانه القانونيه كاينه فيها، ولكن الوكيل العقاري ما كاينش. وهنا كيهضروا لنا على سمسار تابعه قانون التجاره، وكيهضروا لنا عاوتاني على الوكيل العقاري. الوكيل العقاري حنا ما عندناش وكيل عقاري، خاص بعدا قانون ديال الوكيل العقاري يخرج. الا خرج الوكيل العقاري راه هادو دخلوا، هادو اللي غادي يتعاملوا في هذا راه هادو اوتوماتيكمون كيمشي للحبس بلا ما ندخلوا معاه في الديتاي ديال هادشي اللي كتب الجورنال كامل. هذا المقال كاع اللي جا في الجريده هذا ديريكتومون كيمشي للحبس، لانه بحال انت مهنه ديال الطبيب او لا ديال المحامي وانت ماشي طبيب وماشي محامي. اذا هنايا كاين واحد الغلط في التشريع المغربي. لكن السؤال المطروح اين هو الوكيل العقاري واين قانونه؟ وهذا ليس وهذا لبس في التشريع المغربي. ولهذا كنطالبوا حنا من هنا السلطات يخرجوا لنا القانون ديال الوكيل العقاري باش نطبقوا هذا الشيء اللي جا في هذا الارتيكل. الوكلاء العقاريين كلهم ماشي ضد هاد السماسري، كلهم مقننين ماشي ضد هذا الشيء اللي جا في هذا الارتيكل، ولكن كيقول لك عطينا الصفه، عطينا البطاقه المهنيه. حنا في الارتيكل هو جات فيه البطاقه المهنيه وخاص تاخذ منها، ولكن فينا هي
شنا هي الصفه القانونيه باش غادي نمشيو ناخذوها؟ هذا اسئله كثيره اللي بغيت من هذا الفيديو هذه نوصلوها باش حتى الاخوان الصحفيين وكذلك يعرفوا الهموم والمشاكل ديال الوكيل العقاري وديال السمسار فين واصله. عندنا سابعا، جاء في المقال كلمة تدفقات مالية مريبة من الخارج. سبق أن تورط في عملية غسل الأموال بالخارج. السؤال المطروح: ما هي القنوات التي مر منها هذه الأموال؟ علما أن في المقال صرح بأن للزوجين 8 حسابات بنكية، فكيف لهذه الأموال أن تتدفق في حسابات بنكية مرت بمكتب الصرف وبنك المغرب والأبناك التجارية، وكل هذه المؤسسات هي كذلك تحت رقابة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؟ فأين هي المحاسبة؟ هنا كنطالبوا حنا بهذه المحاسبة. هذه الفلوس هذه اللي داز ديال هذا السيد وهذه السيدة، هذه داز في قنوات، وحنايا مشينا ديريكتومون للسمسار كنقولوا لي غادي نهزوك وانت اللي درتي هنايا طاحت الصومعه علقنا الحجاب. ولهذا هذا الشيء حنا بالنسبه لنا كنشوفوا بانه كاين واحد المافيا اللي كنسمعوا بزاف، مافيا العقار ومافيا ديال تبييض الاموال. هذه واحد مافيا كتغطي هذا الشيء كامل وكتهز السمسار كتمشي هو اللي كتمسح فيه كل شيء. وحنايا بصفتنا وكلاء عقاريين حنا كنرفضوا هذا العمل هذا، لان مهنه السمسار مهنه الوكيل العقاري فانها مهنه شريفه، وفي العالم كامل كيقول لك لاجون ايموبيلي سي باغمي لا نوبليس دي زون دافير. ولهذا حنا من هذا المنبر هذا كنطالبوا من السلطات ومن المشرع المغربي ومن الاحزاب السياسيه باش يخرجوا يخرجوا لنا قانون ديال الوكيل العقاري، باش كل واحد يعرف ما له وما عليه. ماشي نبداو نهزوا ونلبسوا الكبوط حنا للسمسار ونقولوا ليه انت الوكيل العقاري، انت هو السمسار، انت هو الوسيط، ونشدوه وندخلوه للحبس. لان شحال من مظلوم في السماسريه دابا كاين في الحبس. وكنطالبوا من هاد السلطات ياخذوا بيد السماسريه، لانهم كيعيشوا واحد المشكل اجتماعي مزري، كيعيشوا بقعه ديال الفقر، لان حتى واحد ما بقى كيجي عندهم، حتى واحد ما كيجي للمكتب ديالهم، ولاو كيطلقوا المكاتب ديالهم ما عندهمش باش يخلصوا الكراوات، ولاو عندهم مشكل عائلي، وصلوا للطلاق، وصلوا للافراغات، وصلوا لظروف مزريه، ومازال كنلبسوهم حنا اللبسه باش نديروا لهم الاعتقالات. ولهذا كنطالبوا بواحد العين الرحمه تشوفوا في هذا الوكيل العقاري اللي كنسميوه الوكيل العقاري. هو ما عندوش الصفه ديال الوكيل العقاري، هو دابا سمسار بالقوانين ديالو، ولكن العشوائيه كلات هاد المهنه هذه وكرفصاتها وتتلبس العيب في السمسار المقنن. ولهذا الله يجازيكم بخير. بغيت من جميع المهنيين هذا الفيديو هذا يوصلوه ويديروا ليه بارطاج، وكاع المواطن الغيور على يحمي راسو ويحمي الممتلكات ديالو ويحمي الفلوس ديالو اللي باغي يعطيها باش يمتلك شي حاجه. يبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل الى الجهات المسؤوله ولكاع المواطنين، ووقفوا مع هذا الوكيل العقاري باش يخرج ليه القانون ديالو. وشكرا لكم، والى فرصه قادمه ان شاء الله. دائما معكم خالد الهريم، وكيل عقاري بمدينه الدار البيضاء وكاتب وطني لنقابه الوكيل العقاري. وعليكم السلام عليكم.